الشباب المغربي وكذلك الشباب اللي انخرط في الحركة الوطنية، سواء كان شباب غير منتمي أو شباب منتمي آنذاك إلى حزب الاستقلال، إلى جانب الملكين الراحلين محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما، كانوا هما السبب من الأسباب الرئيسية لتحرير الوطن، وخاصة الشباب اللي كان في طليعة ديال الإمضاء والفكرة ديال الإمضاء ديال وثيقة الاستقلال، استلهاما بهذه الوثيقة ديال الاستقلال. والشباب اللي ناضلوا باش جابوا الاستقلال، حزب الاستقلال أعلن في سنة 2025 الأمين العام في الدار البيضاء على تنظيم جوج ديال الأمور مهمة بالنسبة لحزب الاستقلال ومهمة للعمل السياسي عموما، يعني العمل السياسي يهم جميع المغاربة ماشي يهم حزب واحد. أولا سنة 2025 هي سنة ديال التطوع، وسنة 2026 هي سنة ديال الشباب. إذا هذا الشباب اللي كنا غادي نبداو فيه اليوم اشتغلنا عليه لمدة سنة من خلال تنظيم لقاءات همت كل الأقاليم المملكة، حوالي 15,000 شاب وشابة، وكان كذلك حضور ديال 1500 ديال الشباب والشابات ماشي منتمين لحزب الاستقلال، منتمين الى مجموع التراب الوطني، فيهم اللي داير السياسه وفيهم اللي ما عمره ما دار السياسه، اللي عبروا على الانشغالات ديالهم شنو هي الاولويات ديالهم، وهما اللي عطاو الاولويات ديال هذا الميثاق اللي تم الاعلان عليه اليوم ديال ميثاق 11 يناير للشباب. اذا هذا الميثاق ماشي ميثاق ديال حزب الاستقلال، وميثاق ديال الشباب المغربي المنتمي والغير المنتمي اللي بغينا نشتغلوا عليه كحزب سياسي، واللي من المفروض اننا نقوموا بالادوار الدستوريه ديالنا وتاطير المواطنات والمواطنين. وبغينا هذوك الشباب اللي البارح اشتغلوا الى جانب الملكين الراحلين، نفس الشباب يشتغلوا الى جانب الملك محمد السادس نصره الله وحفظه، من اجل كل الاوراش التنمويه ومن اجل التقدم ديال البلاد ومن اجل كل ما تعرفه بلادنا من اوراش ومن تقدم، ونحن كنستعدوا الى عدد من الاستحقاقات، وكذلك بلادنا كتستعد الى واحد طفره اقتصاديه واجتماعيه كبرى. ما خصش الشباب يكون متخلف على هذه المعركه ديال التنميه اللي اليوم كيقودها صاحب الجلاله. هذا هو علاش كاين الميثاق، وبغينا هذه التنميه اللي كتعرفها بلادنا ما يكونش الشباب يحس براسو غير معني بكل ما تعرفه بلادنا من تنميه، ويكون مازال كيعيش في الشوماج، ماشي كيعيش في المشاكل. بغيناه باش يكون منخرط، وهذا هو الاساس والفلسفه ديال ميثاق الشباب اللي اليوم اعطى الامين العام من بوزنيقة وفي جميع جهات المملكة في نفس الوقت وفي نفس الساعة، وكذلك في الجهة 13 اللي فيها مغاربة العالم، أعطى الانطلاقة ديال الانخراط اللي غادي تبقى السنة كلها كنشتغلوا إن شاء الله بحول الله. وبين غادي تجي كذلك الانتخابات، غادي يكون برنامج الانتخابي ديال حزب الاستقلال متمركز اساسا حول الشباب. الشباب هو مستقبل المغرب. ما قلناهاش اليوم بالمناسبه ديال الامور اللي عرفتها بعض الاصوات الشبابيه اللي نادت بالصحه والتعليم، قلناها في يناير 2025. اليوم حنا كنعطيوها الترجمه الحقيقيه ديال هذاك النداء ديال ميثاق الشباب اللي ان شاء الله بحول الله سوف نتواصل مع الشباب خلال كل هذه السنه، وكذلك سوف نعطي الاهميه في البرنامج ديالنا انتخابي الشباب. كنشكر وسائل الاعلام على الحضور ديالها. شكرا. الرمزيه هي انه الشباب، لان هاد الناس اللي مضاو الوثيقه في 11 يناير 44 كانوا جلهم شباب. كاين الناس اللي تحكم عليهم بالاعدام هما شباب، كاين الناس اللي في السجون ايام الثوره شباب، وبالتالي الشباب هو اللي قاد الحركه الوطنيه الى جانب العرش وبالتحام مع العرش. وكذلك اليوم نفس الملحمه عندنا، الملحمه ديال التنميه والتقدم والتطور اللي بغينا يقودها وراء صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله الشباب المغربي. وما بغيناش الشباب يكون ضحيه ديال الاحباط وديال الياس وديال التئيس. بغينا الشباب اليوم نحن نعبروا على الصوت ديالو، لان الاولويات اللي عطاوها لنا سجلناها في الميثاق ديال الشباب، وبغينا كحزب سياسي نوصلوا الصوت ديالو.